أخي المواطن، أختي المواطنة، تمر بلادنا في مفترق طرق. يعني نعيش مرحلة تاريخية وسط تحديات خطيرة، سواء كانت تحديات داخلية أو تحديات خارجية. وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن تأتي الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية ده بجانب أنها يعني حق منحه الدستور لكل المواطنين ممن بلغ 18 سنة، فإنه واجب وطني على كل ناخب وناخبة بلغ سن 18 سنة أن يخرج فرادى وجماعات للإدلاء بصوته في هذه الانتخابات. نسبة المشاركة لها تأثير كبير على نظرة العالم الخارجي إلى التفاف الشعب حول الدولة، حول مؤسساتها، حول القوات المسلحة، حول الشرطة. وفي هذه المشاركة بيتم التأكد لدى هؤلاء أن مصر الشعبية تقف كتفا بكتف مع مصر الرسمية. في هذه الانتخابات يقود الانتخابات مرشحين 4. نحن ندعوكم لانتخاب الرجل الذي يعني حرر العقار المصري من قيوده، ويعني وجعل الإرادة المصرية حرة، وإعادة تنويع مصادر ونوع مصادر السلاح. ويعني قعد في خلال العشر سنوات الماضية سجل إنجازات ضخمة في مجالات مختلفة، سواء كانت مجالات بنية تحتية أو مجالات استصلاح الأراضي من 2.5 مليون فدان، أو حتى تعميق الصناعة وتوطينها من أجل ترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية. اللي كان يستكمل هذه الإنجازات كلها، أدعوكم أخي المواطن وأختي المواطنة إلى انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رقم 1 ورمز النجمة. شكرا.